محطة البحوث الزراعية في سخا في كفر الشيخ. احنا هنا مع أصناف جديدة في القمح والأعلاف اللي كلها بتساعد الفلاح في إن هو يوفر فلوسه، يوفر مجهوده، وكمان يوفر الأسمدة المستخدمة. كلها أصناف بيتم بحثها ودراستها في محطة سخا للبحوث الزراعية، علشان إن احنا كمان الأصناف كتير بيتم دراستها وبيتم زراعتها لتجربتها، ونشوف أجود صنف اللي هو بيخدم الفلاح. علشان كده احنا موجودين في مساحات شاسعة. هنا احنا شايفين القمح، ولكن عندنا كمان الأعلاف والبرسيم، حاجات كتير جدا، والشعير بتخدم الفلاح. علشان هنا في مصر أرض الخير بمساعدة وزارة الزراعة المصرية. دكتور السيد علي عبد الحميد، رئيس الفريق البحثي لقسم بحوث القمح بمحطة البحوث الزراعية بسخا. بما ان احنا موجودين في سخا، اقدم واكبر مركز للبحوث الزراعيه عندنا موجوده في كفر الشيخ. شايفين سلالات واصناف جديده زي ما احنا شايفين في الارض، ما شاء الله مساحتها كبيره جدا. ايه المزايا في السلالات والاصناف الجديده اللي انتم بتعملوها؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، كل عام وحضراتكم بخير. حقل المشاهده او الاصناف اللي هي تم تسجيلها مؤخرا، يعني على سبيل المثال الصنف اللي احنا بجواره ده سخا 97، وده الصنف تم تسجيله في نهاية سنة 2024. بدأنا في مراحل إكسار تقاويه، أنتج منه العام الماضي تقاوي أساس. العام ده فيه تقاوي معتمدة تم توزيعها على شركات القطاع الخاص والإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، بحيث إن هي في الموسم المقبل بمشيئة الله يكون في إيد المزارع المصري. ايه الميزة بتاعة الصنف ده ان هو يكون في ايدي؟ يعني أنا كمزارع دلوقتي، حضرتك بتقول لي السنة الجاية هيكون عندك. يعني انا ايه اللي يخليني ان انا اخده من حضرتك وازرعه وانا مطمن؟ طيب. ايه المزايا اللي فيه عن الاصناف السابقه ليه؟ الصنف ده طبعا بيمتاز عن الاصناف السابقه ليه، لان احنا ما ينفعش ان احنا صنف يتم تسجيله غير لازم يكون متفوق على الاصناف اللي اقدم منه. يتفوق في الانتاج، يكون انتاج اعلى، مقاوم للامراض، متحمل للظروف غير المواتيه زي الظروف اللي هي ظروف الملوحه ومقاوم للامراض. فعندنا الصنف ده سخا 97 صنف عالي الانتاجيه، غزير التفريع. يعني احنا بننصح ان هو نزرع من 45 ل 50 كيلو اقصى حاجه للفدان، فده فيه توفير لكميه التقاوي. الصنف غزير التفريع، الارتفاع النبات الى حد ما ارتفاع مقبول جدا، بحيث ان هو هيديني محصول قمح ممتاز، هيديني محصول تبن ممتاز. لان محصول التبن النهارده كنا دايما بنسميه محصول ثانوي. النهارده الانتاجيه، الفدان النهارده بيجيب من 8 ل 10 احمال تبن، دول ثمنهم بيتراوح من 15 ل 18 الف جنيه، وده يعتبر دخل تاني بالاضافه لدخل القمح اللي هو الوزاره السنه دي الحمد لله رفعت سعر القمح ل 2500 جنيه، فبقى ما شاء الله بقى سعر مرضي وسعر كويس جدا للمزارع. في نقطه حضرتك قلتها مهمه جدا، ان الفدان الاستخدام ليه يبقى 45 كيلو. تمام، ده في الجديد. ايوه. طب في الصنف اللي فات كنا بنستخدمه قد ايه؟ احنا للاسف كان في بعض الاصناف بنضطر نوصل ل 60 و70 كيلو للفدان. فهو ده الحمد لله اصنافنا الجديده كلها اصناف غزيره التفريع، وبننصح ان هي تكون معدل التقاوي اقل، وده تعتبر فلوس. يعني انا لما بقلل معدل التقاوي من 60 كيلو ل 45 كيلو، انا النهارده بوفر حوالي ربع كميه التقاوي. فديت برضه ده بعتبر بوفر ربع تكلفه التقاوي، ويوفر مجهود. طبعا توفير مجهود وتوفير تكاليف. فطبعا ده كل ده عائد داخل للمزارع. طيب نقطة كمان اللي هو توفير بقى، لو نتكلم على توفير هيوفر كمان في الأسمدة اللي بتستخدم. مش بس توفير في الأسمدة. أنا النهاردة العائد من السماد قد إيه؟ بدل ما بيجي لي عائد من السماد 10 جنيه مثلا، لا هيجي لي أكتر. يبقى أنا هنا مش توفير بقى، كفاءة استغلال أكتر. يعني أنا هنا كفاءة استغلال السماد أعلى، لأن طبعا إنتاجيته أعلى، فكفاءة استخدامه للأسمدة الأزوتية والأسمدة الفوسفاتية وكافة الأسمدة المستخدمة هيديني كفاءة استخدام أعلى. المحصلة اللي راجعة لي من وحدة السماد مع الصنف عالي الإنتاجية بتكون أفضل بكتير من المحصلة اللي راجعة لي من الصنف الأقل. طيب زمن الحصاد، هل السلاله الجديده اللي حضرتك بتتكلم عليها، احنا بنتكلم على سخا 97، زمن الحصاد هو على الاصناف السابقه، ولا هيبقى فيه اختلاف الى حد ما؟ بالنسبه لسخا 97 تقريبا متقارب مع نفس الاعمار. انما احنا عندنا اصناف تانية هنشوفها مع حضرتك، هنشوفها قدام. دي اصناف اقل عمرها اقل من سخا 97 واقل من الاصناف الثانيه حوالي شهر. سخا 96 والصنف ده هنشوفه دلوقتي. سخا 96 من الاصناف اللي هي ابكر في النضج، ابكر حوالي شهر، فده بيوفر لي ريه كامله
بيوفر حوالي رايه كامله، بيوفر حوالي شهر في الزراعه. بيديني حاجه تانية، ان انا طبعا الاخوه المزارعين اللي هم عايزين يزرعوا محاصيل بينيه او عايزين يغطوا مسافات بعد محاصيل زي محصول البسله ومحصول البطاطس والمحاصيل اللي هي بيتم زراعتها، بيكون هو اللي هو بيتاخر في الزراعه. صنف زي سخا 96 الصنف ده ممتاز جدا ان انا اقدر ادخل بيه في الزراعات المتاخره، بحيث ان هو ازرعه في اواخر شهر ديسمبر وبدايه شهر يناير، وهقدر احصده في نفس الوقت اللي انا بحصد فيه باقي الاصناف. يعني النهارده يعني كمان يعني في بدا حصاد بالفعل، ناس زرعه في اواخر ديسمبر، والنهارده احنا في نص ابريل بدات في حصاد الاصناف اللي هي المبكره زي سخا 96. واحنا عندنا اصناف اخرى غير سخا 96 برضو مبكره النضج، ولكن دي تحت التسجيل لسه. من النقط المهمه اللي تخص المزارع بشكل مباشر على طول استهلاك الميه طبعا. ما تخصش المزارع بس، تخص المزارع وتخص الدوله وتخص استراتيجيه الدوله في توفير المياه في الزراعه. تمام. الاصناف الجديده بتوفر في استهلاك الميه. ما انا زي ما قلت لسعادتك، هو الصنف ما دام عمره زي بيقل، عمره قصير، يبقى بطبيعه الحال استهلاكه للميه هيكون اقل. ففي الحاله ديت هيوفر لي حوالي ريه. القمح بياخد من 4 ل 5 ريات، انا وفرت ريه، يبقى بوفر من 20 ل 25% من كميه الميه اللي النبات بيستهلكها. احنا عندنا هنا سخا 95 97 و96 و98 وفي لسه مكملين. تمام. ايه اللي بيفرق بين صنف وصنف؟ يعني انا شايف انه زارعينهم كلهم جنب بعض. تمام. لكن ايه الاختلافات بين 95 و96 و97؟ 95 طبعا في الفتره اللي ظهر فيها كان افضل الاصناف اللي موجوده، وكان مقاوم لكل الامراض، وهو لا زال سخا 95 من الاصناف الجيده والاصناف الممتازه والاصناف اللي لها قبول وطلب عند المزارع وبيشتغل عليها. بس انا ما ينفعش ان انا يكون عندي صنف واحد او اثنين. عندنا في قسم بحوث القمح في الوزاره اللي هي اصناف الوزاره داخل قرابه ال 22 صنف قمح، ما بين قمح خبز وقمح مكرونه. بس طبعا المكرونه ما بنزرعهاش في وجه بحري، بنزرعها في الوجه الابلي في الصعيد. في الصعيد. طيب. فده طبعا يعني عندنا تنوع من الاصناف عشان خاطر لو قدر الله وحصل اصابه لصنف، الاصناف الثانيه تكون تغطي وما يبقاش عندنا اي مشاكل. تاثر او مقاومه الاصناف الجديده دي للامراض دي بتوفر كتير طبعا على طبعا الفلاح في كل حاجه. طبعا انا عندي صنف مقاوم للامراض، يبقى مش هيديني انتاجيه عاليه، مش هضطر ان انا استخدم مبيدات. انما لو قدر الله وحصل صنف اصيب بالامراض، فانا طبعا احنا بنستبعده، بنطلعه من السياسه الصنفيه وبندخل باصناف. عندنا البدايل موجوده 22 صنف، لما صنف يصيب ففي 21 صنف تانيين موجودين مكانه هيغطوا وتمام ان شاء الله. من ضمن الاصناف اللي انا شايفها في هنا مكتوب سلاله مبشره. ده ايه بقى؟ السلالات المبشره ديت السلالات اللي هي لسه يعني ايه احنا في مراحل تسجيلها، لسه ما وصلتش لدرجه صنف. يعني ما وصلتش لمرحله ان هي تبقى صنف ويتم تسجيله، اللي هي لسه في مراحل استنباط الصنف، لسه ما وصلتش لدرجه صنف. فدي ممكن في خلال 2 3 تكون وصلت لدرجه الصنف. ويعني سخا 97 ده من 3 سنين كان اسمه سلاله مبشره. النهارده بقى اسمه سخا 97. انما احنا بنسمي الصنف اللي هو خلاص طلع القرار الوزاري، خد اسم صنف وطلع القرار الوزاري. على سبيل المثال يعني احنا لو نيجي نبص نلاقي السنبله ما شاء الله ادي صنف اهوت، واحنا خدنا سنبله بشكل عشوائي، سنبله من صنف اهيت مش يعني ما شاء الله السنبله عامله ازاي. لما نيجي نبص في حاجه زي كده، نيجي نبص التفريع بتاع الصنف عامل ازاي، انتاجيته دي المحصله. يعني الانتاج جاي، يعني انتاجيه الصنف ده عن الصنف اللي قبله يبقى طبعا اعلى، لان هو ما ينفعش ان انا لازم عشان يتم تسجيل الصنف لازم يتفوق عن الاصناف اللي قبله. ممكن تبقى اعلى بنسبه كام في المية عشان يعني بتوصل ل 10 15%. واحيانا لازم يكون في ميزه نسبيه، ممكن يكون ان هو متحمل يعني ايه مقاوم للامراض، الاصناف الثانيه مش مقاومه، مبكر للنضج، ابكر من الاصناف الثانيه، عالي. فمش لازم يعني ما باخدش بس على الانتاج لوحده، انا باخد على الانتاج، المقاومه للامراض، التحمل للملوحه. يعني عندنا على سبيل المثال صنف مصر 5. مصر 5 ده من الاصناف اللي هي متحمله للملوحه، وده بننصح بزراعته في الاماكن اللي هي فيها مشاكل ملوحه زي اللي هي المتاثره بمياه البحر والكلام من ده في شمال المحافظه، في شمال الدلتا. فبننصح بيه ان هو نستخدم الاصناف اللي زي دي. مصر 5 من الاصناف اللي ان شاء الله في ايد المزارع المصري ان شاء الله السنه الجايه.